السلام عليكم ومرحبا بكم في طبخ سوسو. اليوم جيت نبارطاجي معكم هاد المادلين. كما راكم تشوفوا يجي بزاف بنين وهشيش وبمقادير جد بسيطة. نروحوا مع بعض نشوفوا المقادير وكيفية التحضير. هنايا عندي 2 حبات نتاع بيض يكونوا متوسطين الحجم بدرجة حرارة الغرفة. نزيد عليهم نصف كاس سكر، ونضيف عليهم كيس سكر الفانيلا. نجيب هنايا فوي ونبدا نخلط مليح المكونات حتى يذوب هذاك السكر ويتجانسوا كاع مع بعض. هنايا نحاول نخلط مليح، وهنايا نضيف عليها ربع كاس زيت ما يعادل 40 مليلتر، ونكمل نخلط مليح المكونات. يعني كل ما نضيف مكون لازم ندخل جيدا هذاك المكون مع المكونات الأخرى. وعندي هنايا ربع كاس حليب ما يعادل 40 مليلتر حتى هو، ونضيف هنايا باطا نتاع ياغورت بذوق الفانيلا، ونخلط مليح المكونات. وهنايا نجيب 200 غرام نتاع فرينه. هنايا ماذا بكم تغربلوها، انا قسمتها الى نصفين، درت كميه الاولى وضفت عليها كيس خميره كيميائيه، ونكمل نخلط هنايا مليح، ومن بعد نضيف الكميه اللي بقات لي نتاع الفرينه، ونخلط هنايا مليح حتى نتحصل على هذا القوام اللي راكم تشوفوا فيه تاع المادلين. وهنايا جبت المول هذا الخاص تاع المادلين ودرت فيه الكيسات تاع المادلين كيما على بالكم. وهنايا غادي نبدا نعمر الكيسات نتاعو. هنايا نعمرهم غير النصف، نحاول هنايا نعمرهم كاع كيما راكم تشوفوا. وهنايا نسوي لهم الوجه نتاعهم. وهنايا جيب حلواني ودرت فيه معجون المشمش، ونضيف هاد الكميه من الفوق. هنايا ما تقدروا ديروا هنايا شوكولاته، اي حاجه تكون متواجده عندكم، وندخلها للفرن ونخليه لمده 20 دقيقه. وهنايا كما راكم تشوفوا هو وجد. شوفوا النتيجه، يجي بزاف خفيف، يجي روعه. وهنايا درت له كاضافه من الفوق سكر غلاس، وجبت صفايه، وكما راكم تشوفوا نستعمل هذه الطريقه كتزيين بسيط خفيف ظريف. هنايا اي حاجه تكون متواجده عندكم تقدروا تزينوا بها، يعني التزيين يبقى اختياري. اذا هنايا انا رايحه نقسم معكم حبه تشوفوا من الداخل النتيجه كيفاش جات. يجي خفيف وطري ويجي بزاف بنين، يجي كيما نتاع المحلات. اذا كانت هذه هي وصفتنا تاع نهار اليوم، مادلين بذوق الفاني، روعه بزاف. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش تشتركوا في القناه ليصلكم كل جديد، ومع وصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.